السلام عليكم ومرحبا بكم. ويلا هو بينا ندير معكم هاد الكيش كما كتشوفوا معايا هنا. كيجيو ولداد مقرمشين وكيجيو كذلك غزالين وفي المقادير ديالهم كيجيو ساهلين ماهلين. ويلا هو بينا بسم الله على المقادير. عندي هنايا لي كيش كما كتشوفوا معايا هنا. انا كانوا عندي ياد قلت ندير معكم غير الحشوه. عندي هنا بصله، جوج بصلات ولا ثلاثه ديال البصلات، انا درت هادو بصلات صغار، مع واحد الضرس ديال الثومه، مع الفلفله، مع كميه لا باس بها ديال القزبر ومعدنوس، مع صدر ديال الدجاج، مع الشامبينيون، الزعتر، سكنجبير، البزار، البيضه. انا غادي ندير جوج بيضات من بعد. المهم هنايا عندي فروماج موتزاريلا، الملحه والكريمه ديال الطبخ. وعندي هنايا الحليب، غادي ندير واحد الكميه ديال الحليب، وغادي ندير كذلك واحد المعلقه ديال مايزينا ما نساوهاش، والملحه بطبيعه الحال غادي نملحو. راه كلشي عارف يعني على حسب كل واحد الملحه راه عينك ميزانك. كاين اللي كيبغي الماكله مالحه بحالي، كاين اللي كيبغيها شويه، كاين على حسب. المهم كنشحروا هذاك البصله ديالنا مع شويه البزار وشويه سكينجبير. نشحروها مزيان. انتم عارفين هاد البصله ديال هاد الوقت هادي خصوصا ديك الخضاريه راه كتكون هكا في ساعه كطيب، يعني هي كتهض راه صافي في ساعه كتدبال. فحيتها من بعد ما طابت، يعني بعد ما شحرتها مزيان حيتها، وفي نفس المقله كنحط داك الفلفله، الشامبينيون، الربيع، وكذلك هي هذيك فلفله الشامبينيون ربيع، وغادي نضيف عليهم كذلك حتى الدجاج، وغادي نشحرهم مزيان. كما كنقول لكم هنايا غادي نشحرهم مزيان هادو. راه الفلفله راكم عارفين خصوصا كانت رقيقه كتشد شويه الوقت على البصله، داكشي علاش خليتها بوحدها باش تشحر مزيان، يعني باش تدبل في ساعه. المهم هنايا بعد ما كنشحرهم شويه غادي نضيف عليهم الدجاج اللي هو مقطع طريفات صغار على هذا الشكل هذا. فانا ما ضفتوش مع البصله لحقيتاش راكم عارفين البصله كما قلت لكم في ساعه كتدبل. فانا غادي نشحرهم شويه هنايا، ومن بعد غادي نضيف عليهم تاني هذيك البصله ديالنا. الملحه كما قلت لكم راه الملحه بطبيعه الحال كنملحو على حسب الرغبه ديالنا. غادي هنايا عندي البزار وكذلك شويه ديال السكنجبير باش كلشي يكون يعني مملح ومتبل مزيان. المهم صافي هكذا غادي نشحروا هادو شويه واحد شويه، وغادي نضيف عليهم ديك البصله ديالنا من بعد تاني. غادي نضيف البصله وغادي نخلي هذاك الدجاج ديالنا غادي انا راه كنقص في الفيديو. هنايا نقص في الفيديو حتى ضفت داك الزعتر هنايا في الاخير. وصافي من بعد فاش كنضيف الزعتر وكندير هذا نشحر هادوك مزيان، صافي كنطفي عليه وكنخليهم يبردوا. وغادي نضيف هنايا انا يعني اختياري كنضيف هاد صدر الدجاج المدخن اولا شاركوتري، كل واحد اش كيقول ليه، اولا جامبون ديال الدجاج ممكن كتضيفوه ولا لا. انا هنايا كان عندي موجود وبنتي طلباتو ليا قالت لي عفاك ماما ديري حيت كيعجبها درتو. هنايا من بعد كنخلي هذيك الحشوه كتبرد، كندوز لهادوك المول ديالنا اولا لي كيش ديالنا، كنفرش ليهم واحد الطبقه ديال الفرماج داك ديال الساندويتش. وممكن نضيفوا ليه تفرشوا حتى شويه ديال الفرماج موتزاريلا، او ممكن دهنوا ليه شويه ديال المايونيز، اولا ممكن كذلك شويه ديال الفرماج مثلث. وممكن تستغناو على هاد المراحل كلها لان الحشوه تبارك الله راه فيها كلشي. كنضيفوا دوك جوج بيضات كما قلت لكم، كنضيف هنايا الحليب. راكم عارفين البصله الفلفله كاع هادشي راه فيهم ملوحه مالحين، زيد عليه داك الشاركوتري حتى هو مالح، فردوا بالكم الملحه. ما علينا. هنايا كنضيف هذاك الحليب والبيض، ومن بعد كنضيف واحد المعلقه كما قلت لكم راه قلتها لكم يا في الاول ديال مايزينا اللي هي باش كتخلي لنا هذيك الحشوه كتختار. معلقه هنايا ديال مايزينا. تقدروا كذلك تستغناو عليها، انا تعجبني كنديرها لان كتجيني معلكه هذيك الحشوه من الداخل فاش كطيب. هنايا من بعد ما
الحشوة كما كتشوفوا معايا هنايا كنخلطها مزيان. غادي نضيف كذلك واحد 2 معالق ديال الكريمة ديال الطبخ. كما كتشوفوا هنا واحد 2 معالق حتى ل3 ديال كريمة الطبخ. وممكن كذلك ما تضيفوهاش بتاتا، فهاد الخليط هذا يكفي انكم تستعملوه هكاك بلا الكريمة. وممكن كذلك في بلاصة الكريمة تستعملوا الياغورت اللي هو دانون. كنقولوا دانون ياغورت مسوس، واحد دانون مسوس ما فيهش حتى نكهة، بلا نكهة. هو حتى هو كتضيفو بلاصة ديك الكريمة، وكنحطوه في لي مول ديالنا بالتساوي. وكنزوق من الفوق بشوية ديال الفرماج موتزاريلا على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا هنا. وكندخلهم للفران حتى كيتحمروا. ها نتوما من بعد ما خرجتهم من الفران ممكن تزيدوا تحمروهم اكثر من هكا، ولكن انا هكا كيجيوني زوينين ذهبيين، وكذلك كيجيو غزالين صراحة الله. وصافي وكنقدموهم بالصحة والراحة. كنتمنى ان الوصفة تكون نالت الاعجاب ديالكم. شوفوا كيفاش كيجيو من التحت. فما تنساوناش بتعليقاتكم، وكذلك بالبارطاج وبشي كلمة من عندكم تكون زوينة. ما تنساوناش في البارطاج كما قلت لكم. وعواشركم مبروكة ونهاركم مبروك، والله يجعل هذا رمضان يكون فاتحة خير عليكم وعلينا.